رواه مسلم. هل تفكرت يوما في معنى قول الله هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور؟ فهل الله يصلي علينا؟ وما معنى صلاة الله وملائكته علينا؟ صلاة الله على العبد هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى ورحمته به، وصلاة الملائكة على العبد هي الاستغفار للعبد، وصلاة العبد على العبد هي الدعاء له. هل تريد أن يصلي الله عليك وملائكته؟ تستطيع ذلك في 8 أعمال إن فعلت أي واحد منها. أولا، الصبر والاسترجاع عند المصيبة كفقد حبيب أو مرض أو خسارة مالية أو غيرها. قال الله عز وجل: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ثانيا، يصلي الله عز وجل وملائكته على معلم الناس الخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. والخير هنا هو الإسلام وتعاليمه، ومنها القرآن والسنة وما يتفرع عنهما من علوم. ثالثا، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي هي عطر اللسان ومسك الجنان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. رابعا، إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، أي الذين يأكلون في وقت السحر استعدادا للصيام، ولذا أوصاهم سيد المتسحرين صلى الله عليه وسلم بقوله: فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة ماء. خامسا، عيادة المريض سواء كنت تعرفه أو لا تعرفه، تزوره تخفف عنه مصابه وتدعو له بالشفاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم يعود مسلما إلا ابتعث الله 70,000 ملك يصلون عليه في أي ساعات النهار كان حتى يمسي، وأي ساعات الليل كان حتى يصبح. سادسا، الذين ينتظرون الصلاة في المسجد ويبادرون قبل الأذان ويجلسون بين الأذان والإقامة ينعمون بحلاوة انتظار الصلاة في سكينة وطمأنينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث فيه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. سابعا، إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، وفي رواية الصفوف الأول، وبالطبع ليس من تقدم كمن تأخر، وليس من بكر كمن تباطأ. ثامنا، إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، فإذا دخلت المسجد فوجدت فرجة في صف فبادر إلى وصلها. وتأمل معي كيف أن سادسا وسابعا وثامنا كلها عبادات متعلقة بصلاة الجماعة. جعلنا الله وإياكم ممن حظي بصلاة الله وملائكته عليه.